السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وأبطال سنة تانية عاملين إيه؟ أنا ميس لميا وهشرح لكم المنهج بتاع برايم 2 تانية ابتدائي في الفيديوهات اللي جاية كلها. هنبدأ من أول يونت 1. أيا كان الكتاب اللي معاك كتاب المعاصر، معاك كتاب جيم، معاك ستيب هيد، بيت باي بيت، هو نفس المبدأ، هو نفس المنهج. افتح الكتاب بتاعك هتلاقي نفس الكلمات بنفس القواعد، اللي هيتغير بس هو يكون حل التمارين. تمام يا بطل؟ يبقى ايا كان الكتاب اللي معاك ركز معايا كويس قوي، ركز معايا في القواعد اللي احنا هنشرحها، ركز معايا ازاي بنطق الكلمات، هقول لك كويس قوي الحروف بتتنطق ازاي، ركز معايا في وقول ورايا كلمات الايه الدرس الجديد. النهارده هنبدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يونت 1 الوحده الاولى. يونت 1 الوحده الاولى دي بعنوان ايه عندك؟ هتلاقي عندك بعنوان let's get ستار. بصوا كده، ستار اللي هي النجمة، ونزود لها بقى حتة اللي هي تيد دي، يبقى started. يبقى العنوان اسمه let's get started. بص انت المفروض بتكرر ورايا، ها؟ ما تقعدش ساكت وخلاص بتسمعني، كرر وحرك بقك كتير في الانجليش. let's get started. اوكي، خلينا نقول بقى على let's. ايه موضوع let's ده؟ let's معناها هي كاتبها لك بالعربي. طب نعرف ايه عن let's؟ اعرف ان اول حاجه معناها هي، تاني حاجه بيجي وراها فعل. بص هكتب لك اهو، بيجي وراها فعل، والفعل ده لازم يكون في المصدر. يعني ايه مصدر يا ميس لميا؟ مصدر يعني من غير اي اضافات، ما بحطلهوش اس ولا احط له اي ان جي ولا اي حاجه خالص. عشان كده قلنا let's get. بص على get تلاقيها فعل في المصدر. طب عايزه اقول له هيا نذهب، اقول له let's go. هيا ناكل let's eat. اتفقنا؟ يلا بينا بقى نطلع نشوف اسم ده، كده اسم الوحده يونت 1. نخش بقى على اول درس فيها واللي هو lesson 1. اسمه ايه الدرس ده؟ اسمه class room. class فصل، class room برضو اللي هي حجرة الفصل، يعني برضو الفصل. يبقى احنا ممكن نقولها class وممكن نقولها class room. طيب ايه الكلمة اللي وراها دي؟ تعالى نستهجاها. جر واتنين اي، greet ونحط لها الانج، يبقى greeting التحية. الاس اللي في الاخر دي اس الجمع، يبقى greetings classroom greetings. طب greetings معناها التحيات، عشان ده جمع كتير يعني التحيات. طيب لكن كلمة كلاس روم قلنا فصل، يبقى ايه؟ تحيات بنقولها واحنا في الفصل. أول حاجة بنقولها هي أهلا، أقول له هاي أو هلو، مع السلامة. جود، قسم الكلمة جود وباي، والإي في الآخر ما ننطقهاش. جت ليه الإي؟ جت عشان تساعد الواي اللي قاعدة جنبها تقول واي، عشان كده قلنا باي، هو النطق بتاع الواي باي، لكن الاي في الاخر ما انطقهاش. يبقى جود باي وجود باتنين او، خلي بالك. مدرس، يلا نستهجى. الاي وصاحبتها اكثر جامد، يبقى تي، وخلي بالك ان تي يعني شاي، ها؟ تي اصلا اسمها شاي لوحدها. السي اتش انطقها تش، يبقى تيتش تيتش، والاي ار بنطقها ار، يبقى تيتشر. يبقى هنمشي حته كده، تيتشر. طالب، نطلع فوق كلمة طالب، يلا بينا. ستيو، هنطق حرف اليو باسمه ستيودنت. بص انا مش بسيب الحرف، افضل ماشيه بيه. ستودنت. مكتب يعني الده، ديسك. الكرسي، يلا قلت لك السي اتش انطقها تشي. ليه قلت على الاي؟ عشان جه وراها الاي بتساعدها، وطالما الاي هتساعد يبقى انا مش هنطق الاي، يبقى تشير كرسي. يلا نروح عند كلمات تانية. انا يعني I am. اسمي my name. my دي للملكية، اللي بعدها حاجة بتاعتي أنا، عشان كده my name اسمي is يكون، وأقول بقى اسمي my name is، اسمي يكون مثلا أكرم. my name is أكرم. خلاص. ما اسمك؟ لما أقول لحد اسمك إيه أقول له what's your name. السؤال القديم، صباح الخير. good morning.
انا بقول لحد ممكن اقعد جنبك، ده سؤال. هل هنا اسمها may I ممكن انا sit down اقعد sit down. مدرسة يعني school، يبقى هنا حرف الاتش مش هنطقه school. طيب يلا نستهجاها kind. في نهاية اليوم at يعني في، the end يعني النهاية، of the day اليوم اليوم at the end of the day يقول يتكلم يعني say عاملة زي play كده say هذا this is وهذه الاتنين ينفعوا. this is يعني هذا أو هذه. يعلم يعني ايه؟ يلا بينا. تي الشاي اهي تي والسي اتش تشا يبقى teach. يعلم زي ما انا بعمل دلوقتي، انا teach بعلمكم. يساعد help. يجلس على sit on يعني على حرف جر. يتعلم learn. تمام. يلا بينا ناخد بعد كده ازاي نقول التحية. لو حد قال لي هاي انا اقول له هاي، هو قال لي هلو انا اقول له هلو، يبقى هاي او هلو الاتنين برد عليهم زي بعض. لو حد قال لي جود مورنينج صباح الخير هقول له ايه يعني؟ ما انا هقول له برضو جود مورنينج صباح الخير انت كمان. اللي يقول لك جود باي مع السلامة هتقول له ايه برضو؟ جود باي مع السلامة. تحيات تترد زي ما هي بالظبط. السؤال بقى ما اسمك؟ واتس الدبليو تضرب الاتش وتقول لها اسكتي. يبقى اتش مش هننطقها. واتس يور نيم ما اسمك انت. يور حاجة بتاعتك انت. لما حد يقول لي واتس يور نيم برد عليه اقول له يا اما اقول له I am انا اكون I am واقول اسمي اهو هنا قايل له I am احمد. او ممكن اقول حاجة تانية، ممكن اقول له ايه؟ my name. قلنا my اللي هيجي بعدها حاجة بتاعتي، يبقى name ده حاجة اسمي انا. my name اسمي is يكون احمد. خلاص كده اتفقنا؟ طيب لما اطلب من حد حاجة لازم ابدأ واقول له may I ممكن انا. لو انا عايزة من حد، لو عايزة اكل مع حد فاقول له may I ممكن انا eat اكل. بس كده may I eat ممكن اكل معاك يعني. لو لقيت حد، لقيت شلة بيلعبوا مع بعض، صحاب بيلعبوا مع بعض عايزة العب معاهم، بروح اقول لهم may I ممكن انا play العب. يبقى يلا قول معايا may I وحط الحاجة اللي انت عايزها بعدها. This is هذا وهذه خدناها كتير قوي. This is a book هذا كتاب. This is a tree هذه شجرة عادي خالص. بعد كده بنطلع كل ده مش عايزينه واحنا قريناه. الهوم ورك عندك الواجب تنزل بالكلمات، لو موجودة عندك في الكتاب مش موجودة خلاص. الاكتيفيتيز الأنشطة بتعمل ايه هنا؟ أول صورة بتفرج عليها تعالى كده أعلمكم تعملوا ايه. الصورة دي بشوف أنهي كلمة بتاعتها. ده student يبقى student أعمل سيركل خلاص. وبقيت برضو الايه بقيت الصور كده تطلع فوق. السؤال التاني هتعمل فيه ايه؟ ناقص حروف. دي بتقول ايه؟ بتقول يبقى حرف الاتش hello. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتكتب الحروف الناقصة عندك. تطلع تاني بتلاقي السؤال ده قلناه من شوية، بنشوف بتقول ايه دي وبنعمل دايرة على الكلمة بتاعتها. هنا بماتش قالك read اقرا read and match وصل. تعال نمبر 1 this is a desk هذا desk اروح انا موصلاه بده. اتفقنا؟ انت بعمل الباقي لوحدك. تطلع عند السؤال نمبر 5 بنعمل ايه؟ هنا هتبص على الكلمات اللي فوق دي اللي هي مربعات دي وتختار منها. اول حاجة ده chair. فين chair؟ اهي انقل كلمة chair وهكذا بقيت الكلمات تعملها لوحدك. هنا بتبص على الصورة ده ايه؟ ده ديسك. فين ديسك؟ دي ولا دي ولا دي؟ لا ديسك اهي التالتة الأخيرة. الباقي تعملوا نفس الحكاية. ده سؤال حلو قوي، ده سؤال جميل جدا. ده بص ده ايه؟ نكتب عليه هام. ليه بقى؟ هقول لك يا سيدي. أول حاجة بيعلمك تقرا، تاني حاجة بيعلمك تترجم الجملة عشان تعرف تحلها. يعني نمبر 1 I sit أنا بقعد on على ايه؟ I sit أنا بقعد على ايه؟ على التيتشر على المعلم؟ لا على التشير. ايوه انا بقعد على التشير الكرسي. يبقى السؤال ده حلو في كده. بعد كده بكمل هنا بنرتب الجمله. لسه قايله لك كلمه
طيب بعد كده انا عندي ايه بقى؟ عندي lesson 2 الدرس التاني. يلا بينا ناخد الاصوات اللي فيه. الدرس التاني انا مش عارفه ازاي حطه في تانية ابتدائي بصراحه، انه سهل جدا جدا. بيعلمني ازاي انطق حرف الآ، زي كات كات، القبعه هات هات، المروحه فان فان، رجل مان مان، كاب كاب كاب، خريطه ماب ماب. كلمات سهلة قوي ولا في أي حاجة خالص. هنا بتكتب الحروف كأننا في حضانة بالظبط، واجب تنزل بالكلمات، مفيش أي حاجة. الأكتيفيتيز برضه نفس الحكاية، تشوف الصورة تعمل دايرة على الكلمة الصح، ترتب الكلمة. ده حلو، ده سؤال حلو هام. أنا أقف عند الحاجات الحلوة وأقول لك عليها. هنا بترتب الجملة، وعن طريق إن أنت ترتب الجملة بنعرف إذا كنت أنت عارف تكوين الجملة صح ولا غلط، وهل أنت بتقرا الجمل ولا لأ. فهنا نبدأ بالذيس. فهل أنت بقى عارف إن ذيس اللي أنا عاملها لك دلوقتي دي بيجي وراها إيز؟ لو أنت عارف هتروح عامل ذيس إيز وتقول desk. This is a desk. خلاص انت مش بتكتب كويس قوي، فانت ركز. This is a desk. Number 2 اكتب he is a teacher. Number 3 he is هو يكون a student طالب. الأخيرة number 4 this is هذا يكون a chair كرسي. حلو قوي، ترتيب ده جميل جدا من الحاجات الجميلة. ماتش التوصيل سهل، اكتب كل كلمة تحت الصورة بتاعتها، اكتب الميسنج لتر الحرف الناقص. حلو قوي قوي. طيب بالنسبة بقى لليسن 3، ليسن 3 بقى ده ان شاء الله ناخده الفيديو لوحده، مينفعش الفيديو ده. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، وانا بشرح لكم وبنقرا وبنعرف القواعد الموجودة في ليسن 3 الدرس الثالث. مع السلامة يا حبايب وحبيبات القلب.